خاص المغارب الإخوة في المغرب يكونوا غير معتزين بها. صحيح. لأن هذا يمشي واللي بداية يمشي بناء المغرب العربي اللي هو نطمح له كل شعوب تطمح له. سيد الرئيس، سمعنا في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية عن منطقة القرقرات. ماذا يجري في هذه المنطقة؟ ما يجري ما تتكلم عنه الصحافة، وجود الصحراويين في المنطقة مسلحين بقوات مسلحة هو اللي يجري في الماتية، في تصاعد أيضا، والأمر يمكن يكون خطير في المنطقة لأنه تواجد عسكريين وتواجد عسكريين في الجانب الآخر يمكن يفضي إلى مشاكل ما نتمناه للمنطقة. سيد رئيس، النزاعات الإقليمية عادة ما تكون فضاء خصبا للمجموعات المسلحة والإرهابية. أنتم مؤخرا شاركتم في قمة الساحل وكان لكم خطاب بخصوص محاربة الإرهاب. ما هي السياسة المتبعة من قبلكم بهذا الشأن؟ هذه قلة الأمن هي تأمين الإرهابيين. الإرهاب لا يتواجد إلا في منطقة فيها خالية من الأمن، هي خصبة لتوليد وتطوير ونمو الإرهاب. وإذا كان الإرهاب موجود يكون معه الأمور كلها اللي مخالفة للقانون، مثل متاجرة بالمخدرات، متاجرة بالأشخاص والرهائن ودفع الفدية. هذه الأمور كلها هي اللي تنشأ من هذه الأمور اللي تخل بالأمن. وفعلا كنا في اجتماع في الساحل، وبعد الاجتماع ونحن من جانبنا في موريتانيا عندنا نظرة خاصة بهذه القضية، لأن عندنا نحتسب أن تواجد هذه القوات الدولية لا تعطي أي نتيجة